بالنسبه للمشروع ديالي صراحه عاوني بزاف ديال الحاجات. كذلك بالنسبه للدعم ديال جمعيه اطيب عاونتني باش نزيد نطور المشروع ديالي. كنت في حاجه لواحد مجموعه ديال الالات بما فيهم آلة بوطونيير. عاونتني بزاف باش ما نبقاش كنقاز من بلاصه لبلاصه على قبل البوطونيير ديال الاصداء. يعني صراحه زادت فيا القدام خطوه. نشوف راسي من هنا واحد الفتره قصيره ان شاء الله باذن الله كنحقق الحلم ديالي، هو رجع اتولي يعني كونفيكسيون. نبقى نصنع الملابس ونخرجها للسوق. هذا المشروع غيعاونني كيفاش نطور المشروع ديالي، كيفاش نزيد لقدام، كيفاش نكبر مقاوله. حيت انا بديت في الاول بالزيرو، ما عندي حتى شي تجهيز، تجهيز بسيط غير ماكينات وهذه. ودابا الحمد لله هذه واحد الفرصه اللي نقدر نزيد لقدام، نقدر نزيد نكبر المشروع ديالي. بالنسبه للموازنه بين الاسره والعمل صعيبه بزاف الصراحه، حيت انا مسؤوله على الدار، على بزاف الحاجات. باش تعمل واحد التوازن خصك تنسى الناس، خصك تركز في الخدمه ديالك، ما كاين خروج، ما كاين حتى شي حاجه. خصك تدفع راسك بيدك، راه ما غيدفعك حتى شي واحد اذا ما كانش عندك ديك الشخصيه والعزيمه وديك التحدي، ما عاد تقدرش تزيد. بالنسبه لهذا الدعم صراحه ساعدني بزاف. كنت يعني عندي مواكن قدامين وكنتعطل في بياسات وهذه. دابا الحمد لله يعني كنشوف كنزيد لقدام وهذا الشيء كيساعدني بزاف بالنسبه للخياطه ديالي. وكنحاول نوفق ما بين الدار والخدمه ديالي مع المحل عندي قريب على الدار، يعني ما عنديش شي مشكل. كنشكر جمعيه اتيل على هذه المبادره ديالهم اللي عاونتني باش نحقق الذات ديالي، وباش نكون انا عندي بصمه في المجتمع وعندي مشروع ديالي خاص. يعني انا فرحانه بزاف. شكرا بزاف ليهم. عطاوني المواكن، عطاوني ماكينه سورجي 5 فيل، ماكينه بوطوني. زادت ما بين الدار والعمل وهذا، يعني كنجبر با خواتي ماما كيدعموني وكيقولوا لي كمل وما توقفش وحنا معاك.